بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هعمل معاكم طاجن بامية هتاكلوا صوابعكم وراها. هتشوفي الطريقة معايا وهتقولي يا ريتني كنت عرفتها من زمان وما اعملش غيرها تاني. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. المقادير معانا: نص كيلو بامية، نص كيلو لحمة، كيلو طماطم مضروبة، وبصلاية مضروب فيها قرن شطة، ومعايا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد 3 معالق صلصه انا اللي مفرزاها وعينها في الفريزر، معلقتين سمنه عليهم حته دهنه بنجيبها مع اللحمه من عند الجزار، ونقعد نشوح فيها لحد ما تنزل كل الدهون بتاعتها كده، وبعدين نحط اللحمه زي ما شفنا كده تاخد صدمه. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله. شايفين الجمال ما شاء الله؟ شايفه اللحمه بتقفل الانسجه بتاعتها هي من الصدمه معانا. اهم حاجه يا جماعه ان اللحمه تقفل انسجتها وتاخد صدمه. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله. حطينا بصله معاكم اهيت، البصله ديت مفرومه وعليها قرن شطه، وبعدين بعد ما حطيناها نشوحها كويس جدا لحد ما اللون يتكرمل معانا. وبعد ما تتكرمل معانا احنا دلوقتي هنقمع الباميه، بوريك الطريقه اهي. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله. دلوقتي الباميه بتتقمع يا جماعه بالطريقه دي، يبقى السكينه لفه دائريه كده، عشان لو حد مش عارف الباميه الفريش طبعا احسن بكتير جدا من الباميه المفرزه. انا مره جبت الباميه المفرزه دي والله العظيم ندمت واترمت وما اتاكلتش. فدلوقتي بقى احنا في موسم الباميه هو، اللهم بارك. خزني في بيتك واعملي بقى براحتك، الحاجه تبقى عندك في بيتك ونضيفه وبطريقتك وكل حاجه احنا ضامنين. اللهم صل وسلم وبارك على شفيعي وحبيبي رسول الله محمد. دلوقتي احنا شوحنا دلوقتي اللحمه كويس اهوت، البصل بدأ يكرمل معانا. اوعي تخلي البصل ان هو يحمر منك او يحمش منك كده، لا انا عاوزه اللون والقوام اللي يبقى كأنه كراميل كده، واللحمه تبقى متشوحه معايا، ما تاخدش ما تنشفش معايا، تبقى زي ما حضرتك شايفه كده بالظبط. وبعدين الطماطم انا ضربها ومصفياها، حضرتك عايزه تصفيها براحتك، مش عايزه يا حبيبتي براحتك برضو، مفيش اي مشكله، كل واحد حسب ما بيحبها. هنقمع كمان معاكم كام باميه كده عشان برضو اخواتنا وحبايبنا البنات الحلوين اللي هم لسه مش بيعرفوا يقمعوا الباميه، نعرف مع بعض الطريقه ونحاول نفيد بعض. ولو عجبكم الطريقه يا ريت تعملي لي لايك وشير علشان يوصلك مني كل جديد. اللهم صل وسلم وبارك على شفيعي وحبيبي رسول الله محمد. وفضلا وليس امر، نحط ملح وفلفل اسود معانا بعد ما حطينا الباميه، بعد ما التسبيكه اتسبكت معانا كويس جدا خالص، حطينا لها ميه تكون سخنه، وبعدين بعد ما غليت نحط الباميه كده ونشوحها كويس في اللحمه. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله. شايفين ما شاء الله اللهم بارك، خضرة وجميله وشكلها يفتح النفس، غير بقى المفرزه دي خالص، بصراحه انا مش بحبها خالص. بس كده بقى. وبعدين في الاخر خالص قبل ما تستوي معانا هنروح جايين قبل 5 دقايق بالظبط ما نطفي عليها، هنروح جايين عصرين نص ليمون، وحاطين احنا ضاربين قرن فلفل حراق في البصلة معانا، وحاطين نص قرن فلفل في الطماطم واحنا بنضربها في الخلاط، بس حسب الرغبة، لو محدش بيحبها حراقة مفيش اي مشكلة. دلوقتي بقى يا جماعة نبدأ بعد ما هو البامية خلصت معانا، رحنا حطيناها في الطاجن. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي ورسول الله. حطيتها في الطاجن شويه وبعدين دخلتها معاكم الفرن، والف هنا وشفا على حضراتكم. وفي الفرن مش اكتر من 10 دقايق، يا دوبك بس تاخد نفس الفرن كده ونفس الطاجن. ويا رب تكون طريقتي عجبتكم، ولو عجبتكم اكتبولي في الكومنتات علشان انا اقدر اوصل لكم وتوصلوا لي، ويقدر يوصل لكم مني كل جديد. انا بحاول اعمل بابسط الطرق وباقل التكاليف علشان الاكله ديت، يعني نص كيلو الباميه ديت هنعمل معاه شويه رز بشعريه بقى واللهم بارك، وهتبقى اكله جميله جدا صراحه. انا بحب الاكله دي بعشقها. ولادي بقى النهارده قالوا لي يا ماما لازم تعملي لنا الباميه، فقلت لا ازاي، لازم طبعا اعمل لهم اللي هم عايزينه ونفرح الولاد، وما ينفعش ان احنا عيالنا يبقى نفسهم في حاجه وما نعملهاش. يا رب كل وصفاتي تكون بتعجبكم، وبتمنى ان احنا دايما كده نكون متجمعين على